رسول الله يقول 3 مرات صلوات مثل عمل النحلة أول المنبر قلت لك، وبعد صلاة هذه الليلة صلوها تصيرون من أهل الجنة. سهل، الله جاعل لكم الطريق، بس أنا الإنسان بعض الأوقات أصير كسلان ما يصليه. صلاة هذه الليلة 4 ركعات، كل ركعتين بتشهد وسلام مثل صلاة الصبح. كل ركعة بعد الحمد مرة تقرون سورة تبارك الذي بيده الملك، هاي السورة المقدسة المباركة في القرآن. سورة تبارك براحة إذا تقراها تاخذ 3 دقائق وقت، سريع تقراها تاخذ 2.5 دقيقة وقت، كل ركعة تاخذ 3 دقائق على الكثير. 12 دقيقة صلوا صلاة هذه الليلة. كل ركعة بعد الحمد، إن ما حافظ يفتح القرآن يقرأ هالشكل ما بيشي، ما يقدر من قيام من جلوس. سجل اسمك من المصلين هذه الليلة. وعد من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من صلى صلاة هذه الليلة 4 ركعات بعد كل ركعتين مرة سورة تبارك الذي بيده الملك، هذا الله يعطيه الشيء الذي قليلا ما الناس يحصلون. ليش؟ بالقرآن الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. من يقدر يدرك ليلة القدر؟ الإمام علي عليه السلام يقول: من صلى صلاة هذه الليلة أدرك فضل ليلة القدر. يعني يعطوك ليلة القدر خير من 1000 شهر، بس الله يعلم كم مليار حسنة تحصل ببركة هذه الصلاة. 12 دقيقة صليها وقول: إلهي من اليوم خلص بعد معاصي أذبها بالبحر، اليوم اريد اصير انسان طيب. يصير الان اكو مجال. يلا يا شباب، يلا حياكم الله، تعالوا الى الله سبحانه وتعالى.